السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل مفتول على أصول. أول خطوة بنجيب أكياس المفتول الجاهز، 2 كيس من المفتول الجاهز، بضيف عليهم معلقة من الملح و3 كاسات كبار من المية السخنة. وبنحرك المفتول وبنتركه لمدة 10 دقايق تتفتح حبات المفتول. بنجيب المفتولية وبنحط فيها حبات من البندورة مقطعينها شرايح، حبات من الليمون، وبنحط نص طنجرة مية وبندهنها بالزيت النباتي. بعد هيك بنحط الطنجرة التانية المفتولية فوقيها وبندهنها بالزيت النباتي. بعد هيك بنحط المفتولية على الغاز ونتركها حتى المية تغلي. لما تغلي المية بنضيف عليها المفتول اللي حطينا عليه مية وملح. لدقة المفتول بنحتاج 4 بصلات مقطعين مكعبات صغيرة وعليهم قرنين من الفلفل الأخضر وعين جرادة ناشفة وشوية من الملح. بعد هيك بنعمل حفرة بالنص وبنضيف عليها دقة المفتول، الحفرة بالمفتولية، وبنتركها تستوي المفتول. وهيك بعد ما استوى المفتول حوالي قعد نص ساعة على الغاز. طبعا بتحسي حبات المفتول بتشوفيها إذا طرية بتكون استوت. بعد هيك بنقيمهم عن المفتولية. وبعد ما استوى المفتول بنضيف كاسة صغيرة من الزيت النباتي ومعلقتين من السمنة، ونضيف الدقة المفتول اللي عملناها هي البصل بالعين الجرادة والفلفل الأخضر والملح، بنضيفه على المفتول وبنبسبس المفتول. وبتيجي مرحلة تسوية الدجاج، بنكون غاسلين الدجاج بخل وليمون وملح. بعد هيك بنجيب طنجرة ونحط فيها زيت نباتي ونضيف عليها الدجاج ونعطيها نظام صدمة.
لومي وورق غار وحب هان وفلفل أسود حب، وبنحرك الدجاج ونضيف عليها المية والفلفل الأسمر، وآخر إشي قبل ما يستوي آخر مرحلة بالاستواء نضيف عليها الملح. وهيك بكون الدجاج استوى. بنحتاج حوالي 5 حبات من البندورة لعمل اليخنة، وبنحتاج 5 حبات من البصل. لعمل اليخنة بنحتاج طنجرة بنضيف عليها زيت من النباتي بنضيف عليها البصل، وبعد ما يدبل البصل بنضيف عليها حبات البندورة، وبعد هيك بنضيف عليها ملح وفلفل أسمر وكركم ومكعبين من الماجي. بنضيف المية، والبهارات عبارة عن ملح وماجي وفلفل أسمر وكركم. وبنضيف الحمص الحب المنقوع وسلقينه، واخر اشي بندق درسين من التومة ونص معلقة من الكمون. وبتيجي مرحلة التقديم، بنجيب صينية بنحط فيها المفتول، وبعد هيك بنسقيها بالمرقة، وبعد هيك بنحط عليها اليخنة. وهيك بتكون سفرتنا لليوم خلصت، عبارة عن مفتول الفلسطيني على أصوله، وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم.